لو كنت راكب قطر ومسافر لمدة طويلة وبالصدفة لقيت إن الشخص اللي قاعد في الكرسي اللي جنبك يبدو عليه إن سنه فوق ال90 سنة، هل ممكن تفوت فرصة إنك تستفيد من خبرة وأفكار شخص مر عليه 90 سنة من التجارب في الحياة؟ ده اللي فكر فيه شاب في ال20 لقى نفسه في الموقف ده. الشاب ده ما ضيعش الفرصة من إيديه وبدأ حوار فعلا مع الشخص ده، وبعد ما اتعرف عليه قال له لو طلبت منك النصيحة هتقول لي إيه؟ اول حاجه قال له خليك حذر جدا وانت بتسلف لصديق ليك فلوس عشان ممكن تخسر الاتنين. تاني نصيحه، اوعى تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق. لما تعوز تشتري بيت فكر في 3 حاجات: الموقع ثم الموقع ثم الموقع. ما تديش لحد اجره قبل ما يخلص عمله. اختار زوجتك بعنايه شديده لانها مسؤوله عن 90% من سعادتك او تعاستك في الحياه. اوعى تتاخر في نومك اذا كنت حريص على يومك. ما تسيبش شغلك قبل ما تكون مأمن شغل غيره. لما تستلف عربية من صديق ليك املاها بالبنزين قبل ما ترجعها له، ومن الافضل ان انت ما تستلفش اي شيء. ما تخليش التليفون يقطع اللحظات الجميلة اللي ممكن تعيشها من حياتك. لما والدتك تقولك على شيء هتندم عليه فغالبا انت فعلا هتندم عليه في المستقبل. خليك شجاع، ولو ما قدرتش فتظاهر بكده فالناس مش هتلاحظ الفرق. لما تصادف كتاب جيد اشتريه دلوقتي حتى لو مش هتقراه. اوعى تشارك رجل فشل 3 مرات. شجع ولادك انهم يشتغلوا في اوقات فراغهم لما يوصلوا لسن 16 سنة او قبل كده لو امكن. اوعى تصدق كل اللي بتسمعه، ولا تصرف كل الفلوس اللي معاك، ولا تنام على قد ما انت عايز. لو استلفت شيء معين اكتر من مرتين اشتريه. حاول دايما تكون بعيد عن الاماكن المشبوهة، فالاحداث السيئة غالبا بتحدث هناك. الفاشل في طريقة انفاقه للمال هو غالبا هيكون فاشل في كل حياته. لما حد يسألك سؤال شخصي وانت مش عايز تجاوب عليه، بكل أدب ابتسم وقول له وانت عايز تعرف ليه. 3 حاجات اوعى تفقدها في حياتك: أعصابك، ثقتك بنفسك، ومفاتيح عربيتك. ما تتوقعش أبدا ان أطفالك هيسمعوا كلامك وانت وضعك سيء. خليك صديق جيد لزوجتك. اوعى تقول في يوم من الأيام أنا ما عنديش الوقت الكافي، لأن جميع العظماء كان عندهم 24 ساعة زيك بالظبط. خلي جنب سريرك دايما قلم رصاص وورقة بيضة، لأن في أفكار عظيمة جدا هتجيلك قبل ما تنام، ولو ما كتبتهاش هتفقدها. كل الناس بتحب اللي يمدحها، فما تبخلش بكده، ولكن خليك حذر من النفاق. لما تيجي تلعب أولادك في لعبة خليهم يفوزوا عليك. نجاحك غدا بيعتمد على عملك اليوم بعد توفيق الله لك. مهما حصل ما تنتقدش زوجتك أمام أولادك. لما تدخل غرفة ما أو اجتماع ادخل وكأنك بتملك المكان، يعني خليك واثق من نفسك. اتعلم ازاي ترفض بذوق، ولكن ما تستخدمش الموضوع ده كتير. لما كل الناس تصمت بسبب الخجل قوم وعبر عن رأيك. اوعى تضيع وقتك في الرد على المنتقدين. ما تناقش امورك المادية مع شخص اغنى منك بكتير او شخص اقل منك بكتير. ولا تقس ثروة المرء بما يرتديه او يركبه. لما تكون ضيف في مطعم ما تطلبش شيء اغلى من طلب المضيف. واخر نصيحة كانت توقف عن اي نقاش عقيم، وما تتعصبش بسبب نقاشات تافهة، وده كله من اجل صحتك.